يا نجوما في الأعالي لا تغيب، شيدت أمجادها بين الدروب، من كتاب الله أخلاق الحبيب، وحد المولى بها أغلى القلوب. مجدها يكسو المشارق للمغيب، قد تجلى في البرايا للشعوب، ذكرها يهدي لنا بالمسك طيب، ولسان الوجد إذ يشدو الضروب. فجرها قد لاح للدنيا قريب، في زمان السلم أو ماضي الحروب، وابتهال الروح بالبشرى يطيب، عندنا ميعادها من كل صوب. يا نجوما في الأعالي لا تغيب، شيدت أمجادها بين الدروب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، نجمنا الساطع اللامع هذه الليلة بلال بن رباح رضي الله عن بلال، سيدنا بلال بن رباح سيد المسلمين الحبشي الإفريقي الذي أسلم بعدما عذب وصهر جسمه على الرمضاء وجلد وحبس ولقي الألاقي، أسلم وصار هو منادي الإسلام، صار مؤذن الإسلام الأول، صار هو الذي يستقبل نور السماء ويطلق النور في صوته من الأرض، صار هذا الإمام هو مؤذن الفتح. يوم الفتح، يوم دخل صلى الله عليه وسلم فتح مكة، أراد أن يغيظ أهل الشرك وأهل الوثنية الذين عذبوا هذا الإمام وهذا المجاهد والمهاجر والمؤمن بلال، فأمره أن يؤذن، فصعد بلال بسواده على سواد الكعبة لتراه سواد العيون، سواد العيون ترى سواد بلال على سواد الكعبة كأن قد من أسود القلب أو من أسود المقل، فقام فأذن فبكى الصحابة. في قصة بلال معاني. العجيب أن بلال، من منا لا يعرف بلال؟ بلال يعرفه أطفالنا ونساؤنا ورجالنا، بلال يعرفه حتى مسلم الهند والصين واليابان ومسلم إفريقيا ومسلم آسيا، وكل المسلمين في الأرض يعرفون بلال. بلال أسطورة من الفداء والتضحية، يسحب على الرمضاء ليعود، كان خادما راعيا، يضربونه يعذبونه، يقول أحد 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 هتفت بها لكل معطل، تفني جنود مهبل ومخذل، لله دره. صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صوته شجيا، فجعله صلى الله عليه وسلم هو المؤذن، دائم بالركوة بالماء وبالعصا، يستقبل الأذان، يلاحظ الوقت، دخل الوقت يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، يؤذن في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صوت صادح يملأ الفضاء بهجة وروعة وأنسا وجلالا. إذا أذن أنصت الجميع، يتباطأ صلى الله عليه وسلم الصلاة، فيقول أرحنا بالصلاة يا بلال، فيؤذن، فينشرح صدره صلى الله عليه وسلم من قرة عيني في الصلاة، وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان الثمانية. بلال سمع صلى الله عليه وسلم دفين عليه، يقول صلى الله عليه وسلم ورؤياه حق بأبي هم صلى الله عليه وسلم، رؤيا الأنبياء في المنام حق واقع. قال دخلت الجنة البارحة فسمعت دفين عليك في الجنة يا بلال، سمع خشخشة النعل الحذاء، فماذا كنت تصنع؟ قال هو يا رسول الله لست بكثير صيام ولا صلاة، ولكني ما توضأت في ساعة من ليل ونهار إلا صليت ركعتين. أي وضوء يعني؟ حتى خارج الصلاة أوقات الصلاة يتوضأ، في العصر صلى ركعتين، في الضحى صلى ركعتين، وسط الليل صلى ركعتين. وهذا مستحب على حديث بلال في الصحيحين أنك إذا توضأت تصلي ركعتين في أي وقت بعد الوضوء، هذه ركعة الوضوء دخل بها الجنة، صار قصره كالربابة البيضاء في الجنة. بلال رضي الله عنه، هذا الإمام بلال بن رباح مؤذن الإسلام، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب الوقت له، ويراقب دخول الفجر، ويراقب يعني وقت الصلاة، ويؤذن في الوقت، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيته الصلاة يا رسول الله، فأعطاه الله هذا الشرف وهذه الرفعة وهذه المكانة. العجيب أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم
تأسف وانكسر وحزن كثيرا وبكى طويلا على أحسن صاحب في الأرض وعلى أعظم إمام في العالم، على ملهم العالم بأبي هم صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى أبي بكر وبكى وقال: أسألك بالله أن تعفيني من الأذان. قال: لا، ما أنا لابد أن تؤذن. قال: إن كنت اعتقتني لهذا فأنت رأيك، وإن كان اعتقتني فوجه الله فاتركني. تركه أبو بكر وذهب فيما يروى إلى الشام، ولكنه حن حنينا في رؤيا رآه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى وافدا وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وحان الصلاة فطلبه الناس والصحابة والمسلمون يؤذن، فأذن فما بكي أحد إلا بكى. قالوا: لما بلغ أشهد أن محمد رسول الله التفت إلى القبر فبكى الناس. بلال حضرته الوفاة في الشام، قيل في حمص، فكانت حمامة زوجته تبكي على فراقه فيقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. بهيج فرحان باللقاء. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء، ففي مواقف الخلد نلقاكم ويكفينا. فلما فاضت روحه صلى عليه من حضر من المسلمين وودعوه وذهب، لأنه سوف يلتقي بالإمام الأعظم، هو المؤذن والإمام تقدم عليه، تقدم في الآخرة ليلتقي الإمام بالمؤذن عند ملك الملوك ليحين الاجتماع هناك كما كانوا يجتمعون في الصلاة. في قصة بلال مسائل، منها عظمة الإسلام، أنه رفع المستضعفين والمعذبين في الأرض، أن الإسلام دين عدل ومساواة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في قصة إسلام بلال أن الألوان تنصهر، لا أبيض ولا أسود ولا أحمر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي ولا عجمي إلا بالتقوى. وفي قصة إسلام بلال أن الإسلام يكرم الإنسان لإسلامه ودينه بغض النظر عن حسبه وعن نسبه، عن فصيلته، عن أسرته، عن قبيلته. ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان. رضي الله عن بلال ابن رباح، عن أبي عبد الله، عن سيدنا سيد المسلمين رضي الله عنه، يوم كان وافد إفريقيا والمتحدث باسم الإسلام والمؤذن الأول للدعوة المحمدية الخالدة، والذي رفع صوته عاليا في الأثير وأبكى به الناس. رضي الله عن بلال وهو يعلن الوحدانية لله والوحدة بين الناس، ويعلن استعلاء الإيمان على العنصرية الممقوتة الذميمة. شكرا لكم وجزاكم الله خير، وإني أحبكم في الله. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. يا نجوما في الأعالي لا تغيب، شيدت أمجادها بين الدروب، من كتاب الله أخلاق الحبيب، وحد المولى بها أغلى القلوب، مجدها يكسو المشارق للمغيب، قد تجلى في البرايا للشعوب، ذكرها يهدي لنا بالمسك طيب، ولسان الوجد إذ يشدو الضروب، فجرها قد لاح للدنيا قريب، في زمان السلم أو ماضي الحروب، وابتهال الروح بالبشرى يطيب، عندنا ميعادها من كل صوب. يا نجوما في الأعالي لا تغيب، شيدت أمجادها بين الدروب، من كتاب الله أخلاق الحبيب، وحد المولى بها أغلى القلوب.